العمال في ميناء جنوة الإيطالي يعترضوا سفينة سعودية محملة بالأسلحة للكيان السرطاني المسمى إسرائيل. الخبر زي ما سمعتوه كده من غير أي تزويق ولا أي حاجة. طبعا اللي شاف أخبار السعودية وهي عمالة تهوهو على النظام البلحي، والحقيقة هنا أنا مش بدافع عن بلحة يولعوا الاتنين في بعض، فخار يكسر بعضه على رأي الفلسطينية، دول الاتنين حسالة والاتنين خونة. لكن اللي كان يسمعهم وهم عمالين يفضحوا بلحة ان هو عمل الاتفاقية الغاز المصري اللي كشكش الحدود، فبقدرة قادر بقى غاز إسرائيلي واشتريناه احنا واتختمنا على قفانا بأغلى الأسعار ب35 مليار دولار، صفقة 15 سنة هنفضل ندفعها من دم ولحم المصريين. كان يقول ان ما شاء الله تبارك الله محمد بن سلمان الدب الداشر قاتل جمال خاشقجي المواطن السعودي على الأراضي التركية، وطبعا بتعريس وخيانة من المخابرات التركية اللي ترمخت على الموضوع. كان يقول ان اللي احنا عمالين نسمعه بيقولوا على بلحة ده، يقول ان هم آمنوا بالله رب العالمين وأسلموا أخيرا، واخيرا قلبهم رق وحن لفلسطين، ما يعرفش ان هم خونة وكلهم بيوسخوا بعض وبيتباروا مين يقلع للكيان اكتر. الموضوع كأنه حانة استريبتيز وكل واحد فيهم بيقلع اكتر. لكن دلوقتي الكيان بقت متطلباته انك تظهر لشعبك وتعلن انك صهيوني وش وبطن، غير كده مش هيقبلوا، لان هم هيفضحوك زي ما انتم شايفين كده. يعني بص، هم في الخباثة بيهربوا السلاح لهناك. اللي فضحهم مين؟ اللي فضحهم عمال غير مسلمين في جنوة الإيطالية. أفاد تقرير إيطالي بأن عمال مدينة ميناء جنوة اعترضوا سفينة سعودية تحمل اسم بحر ينبع كانت محملة بالأسلحة لصالح الكيان الإسرائيلي، وفرضوا عليها حصار علشان يمنعوا عبورها. غير المسلمين يا أمة الإسلام استبدلكم الله بقوم خيرا منكم، قوم أحبهم وأحبوه. الإنسان اللي بيقول على نفسه مؤمن بالله مش بالركوع والسجود، والله هو مش جيم، هو يا حبيبي بتعمل فيه حركات، لا خالص. الإسلام المعاملة، الدين المعاملة. انتوا لا تمتوا للإسلام بصلة، لا تمتوا للإنسانية بصلة. شايفين بني جلدتكم، إخواتكم عرب زيكم، إنسان زيكم، مسلمين زيكم بيبادوا، وإنتوا بتساعدوا الكيان بكل ما أوتيتوا من قوة عشان كرسي زائل، لأن كلنا في النهاية زائلون وهتقابلوا ربنا بالإجرام اللي انتوا عملتوه.